انت تعرف، الجميع يعرف ان احنا عندنا ظروف اصابات، او ظروف حتى مشاركة رادويما مع المنتخب الروماني، لكن احنا مستعدين ومتفائلين ايضا يعني. حقيقة ما يوجد عندنا اي عذر، ليس لدينا اي عذر ولن نختلق اعذار. انا احب اقول شيء يعني، يعني اعتقد انه برنامج في المرمى العربية، ان احنا ذاهبين لايران. المهمة يعني ممكن تكون صعبة، لكن دائما الصعب هو اللي يحقق الغاية اللي احنا نرجوها. احنا ذاهبين لإيران، وعندنا إن شاء الله معنا رادوي، معنا خالد عزيز، معنا حسن خيرات، معنا عبد اللطيف الغنام، كلهم متواجدين معنا. ما عندنا أي غيابات. عندنا إصرار وتحدي وإصرار كبير إن احنا نرجع بنتيجة إيجابية إن شاء الله. حتى لو تحققت نتيجة لا سمح الله عكس كذلك، الأمور لن تنتهي إلا في الرياض في 20 أكتوبر. أبو عبد الله، ألا تعتقد أنه نوعا من المكابرة أنك تؤكد أنه الهلال لن يتأثر بغياب المجموعة اللي ذكرتهم؟ هم مكابرة بقدر ما هي حقيقة.